هي فيها انا حاسس ان العجينه فيها حاجه حمضانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالما قعدت القعدة دي يبقى فيها تجربة جديدة. ده كده كده. احنا بنصور بالظبط والساعة 2 بالليل. طبعا استنيت ابني لحد ما ينام لان هيشبط في الكلام ده. طيب يلا نبدأ. اول حاجة احنا جبنا ايه؟ اتفضل. من شركه اسمها موتشي جبنا 3 انواع، المفروض جبت 4 بس طبعا عشان ما تتوصاش في الصبر. اكلت واحدة بطعم الفانيليا. جبنا نوع تاني، جبنا سولت كراميل، وراني ما مش كراميل باين. مملحه. كراميل مملحه. مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. احنا جبنا شوكليت وجبنا ايه دي؟ او بالمانجا. اول حاجة احنا اخر ناس طبعا نعمل الترند ده طالع من زمان جدا بس انا كان نفسي فيه. فربنا يبارك له، هو بيجيب حاجات الشهر فلقيته مفاجئني بيهم. الزوج الحنين رزق. بصوا احنا جايبينها من طلبات. تمام، فجايه سايحه خالص. دي بقى لها يوم يعني، بس احنا حاطينها في الفريزر. بس لو من سوبر ماركت او حاجه انتوا تجيبوها فطبعا هتجيبوها افضل من كده. بصوا هو عباره عن عجينه جواها ايس كريم بالشوكليت. تمام، هدوق الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ليك واحده وانا واحده. لا دوق معايا وانا كل واحده دي كمان. انت مش جايبها لنا بس. بصوا ما طعمها جميل، انا بحب طعم الشوكليت. بس طعم عامله زي العجينه بنشا. النشا فيها ظاهر جدا يعني باين بزياده. باين فيها عجينه، بس عجينه مش عامله زي عجينه البيتزا اللي احنا عارفينها. لا ممكن تبقى عامله زي العجينه بتاعه الفطير، بس الخفيفه من غير دهون. انت شايف ايه؟ بص انا برضو دقت الموتشي بالفانيليا، خدت منها حته كده، سرقت حته. كانت العجينه زي ما بتقول كده، كان فيها تيست كده، نشا كتير. بس انا حاسس هنا اللي بالشوكليت قل شويه. اقل شويه كمان، حاسس بافتر تيست كده غريب يعني. في النهايه كده في طعم كده غريب. عارف بقى الشوكليت بطعم حلو المانجا. يعني. هو انا المفروض هو عندي عنده حساسيه من حساسيه. المانجا فانا هدوقه بس حته. والحمد لله. ايه ده؟ دي بايظه خالص. لا هتلاقي الاتنين اتقلبوا على بعض. بصوا دي داخله على دي. بس انا عايز اقول لكم ريحتها مانجا. اه عويسي، مانجا عويسي يعني. هي اصلا اسمها